السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، فضيحة منتخب مصر في كأس العرب دي المفروض ما تعديش كده مرور الكرام. فساد المنظومات دي يا جماعة لابد من المحاسبة. المنظومات في مصر يا جماعة مليانة فساد، لابد من محاسبة هذه المنظومات. يا جماعة احنا هنفضل لحد امتى كده؟ يا جماعة الدول ما بتنموش غير بمحاربة الفساد. لازم مصر تحارب، لازم النظام يحارب الفساد. يا جماعة اللي حصل ده فضيحة بصراحة. يعني ايه الأردن اللي أضعف مننا بمراحل تغلبنا 3-0 حتى لو احنا منتخب تاني؟ انت رايح ليه اصلا؟ انت كمدرب مش عارف تجيب لعيبة، ما تروحش. انت كمنتخب هاني ابو ريدة ده يا جماعة عارفينه كلنا اللي هو راجل بتاع مصلحته الشخصية فقط لا غير. الامور بقت فيها محسوبية كتيرة قوي حتى في الكورة. ما تقوليش دي كوره، الكوره داخله دلوقتي في الاقتصاد، الكوره داخله في السياسه، الكوره داخله في كل شيء. يا جماعه احنا هنا هنفضل لحد امتى فاشلين في كل حاجه كده؟ يا جماعه لابد من محاربه الفساد. يعني الكوره الحاجه الوحيده اللي بتفرح الشعب المصري. حتى الكوره بقت مهزله، بقت فضايح. انا ذنبي ايه كمصري؟ فرقه زي الاردن او اردنيين يقول لك غلبنا مصر، انت إيه؟ يا جماعه ما ينفعش. ده فضيحه فضيحه مكتمله الاركان. فساد علني. وعشان بس تبقوا عارفين الفساد بادئ من الصفر. انتوا عارفين دلوقتي عشان العيال الصغيره الاشبال عشان يلعبوا كوره بيبقى عندنا مواهب كتيره قوي، مواهب كبيره قوي من العيال الصغيرين. دلوقتي عشان تلعب كوره اللي معاه فلوس بس بيلعب كوره. يعني الاب اللي معاه فلوس بيدفع لابنه في النادي، اي نادي ايا كان، هو ده اللي بيلعب حتى لو ما عندوش مواهب. ده اللي بيلعب كوره. مفيش تخطيط يا جماعه من البدايه. مفيش تخطيط عشان في فساد. منظومة الكورة في مصر مليانة فساد ومن زمان. احنا يا جماعة من 2010 التواجد المصري القاري غير موجود غير في الأهلي. الأهلي فقط لا غير. ومع ذلك بيحاربوا الأهلي. واتحاد الكورة أول حاجة بيحاربها هو الأهلي. حتى جهاز الشباب والرياضة بيحاربوا الأهلي. احنا ليه بنحارب الناجح؟ جماعة علوم المغرب. شوفوا المغرب دلوقتي وصلت لإيه. جميع منتخبات المغرب. منتخب الناشئين المغرب واخد كأس عالم. ما عندهمش محسوبيات. بيخططوا صح. المواهب بتتصعد صح. عاملين اكاديميات صح. يا جماعه الكوره دي بتبني دول. دوله زي البرازيل دي مبنيه على اقتصاد الكوره. بيطلعوا ناشئين وبيطلعوا لعيبه كوره وبيطلعوا مهارات. وما فيش حاجه اسمها محسوبيه، ما فيش حاجه اسمها اللي يلعب هو اللي يستحق، المهاري هو اللي يستحق يلعب كوره. احنا عندنا كل حاجه بقت بالفلوس. بقت بالفساد. ناهيك عن الحاجات تانية. انا بديكوا كمثال منظومة، حتى منظومة الرياضة في مصر. مين يا جماعة بيحمي؟ يا جماعة لازم نحاسب فساد ده. لازم يتحاسب. لازم اقول لك ايه بس. يعني بصراحة الموضوع بقى يعني بقى ريحته وحشة قوي. الموضوع بقى ريحته وحشة قوي. انتخابات فلوس، انتخابات مجلس النواب فلوس. مش عارف احصائيات كتيرة قوي وانظمة كتيرة قوي مليانة فساد ومليانة رشاوي ومليانة. حتى الكورة. حتى الكوره بقت بالفلوس. يا جماعه ما ينفعش احنا مصر يا جماعه. مصر اكبر من كده بكتير. يعني الوضع الطبيعي اللي يحصل زي اللي حصل. النتائج اللي حصلت النهارده ديت الوضع الطبيعي اللي هاني ابو رضا ده ايه قدم استقالته. انت بني ادم فاشل. انت امتى نجحت اصلا مع اتحاد الكوره المصري؟ انت كل ما بتيجي، انت جيت قبل كده برضه طلعنا من الدور الاول في بطوله افريقيا 2019 تقريبا بفضايح. وكل ما تيجي نطلع بفضايح ونتائجك ما بتخططش. يا جماعه اتحاد الكوره ناس معينه اللي بتيجي وبتقعد يكرروها واللي يمشي ويرجع تاني نفس الاشكال اللي هي القديمه تيجي وترجع وتيجي وترجع. واحنا ما عندناش كوادر يا جماعه. حتى في الكوره ما فيش كوادر. ايه البلد دي يا جماعه؟ ما ينفعش. لازم نحارب الفساد. لازم نحارب فساد الشعب. خلاص دي الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا هي الكوره دلوقتي. الله المستعان.